السلام عليكم. أنا شيماء، لو مش بتتابعوني يا ريت تتابعوا قناتي. لو مش بتعملوا المكرونة بالطريقة دي، تعالوا أقول لكم على التريكات اللي تخليها تطلع معاكي جوسي وكريمية جدا بأقل المكونات، من غير بيض ولا كريمة لباني ولا جبنة موتزاريلا ولا أي حاجة من الحاجات دي. تعالوا نعملها مع بعض خطوة بخطوة. هنا هنجيب حلة فيها مية مغلية، هنحطها على النار، مية تصل لدرجة الغليان. نحط فيها معلقتين من الملح. المية هنا لازم تكون واصلة لدرجة الغليان. هنحط هنا من 3 ل4 معالق من الزيت. الزيت هنا بيخليها كده ما تعجنش مع بعض، ما تعجنش في بعضها كده، ولا ان هي تلزق مع بعض. هنقلب الزيت مع الملح مع بعض كده. هنسيب المية تغلي كويس. زي ما قلنا المية هنا توصل لدرجة الغليان. المكرونة بتاعتي انا هنا عاملة 3 اكياس من المكرونة. وزن الكيس 400 جرام. هنا هياخد ايه في الصينية الكبيرة بتاعتنا، اللي هي اكبر صينية في الطقم، والصينية الصغيرة خالص. لو انت حابة القطعة عالية، لو انت حباها اقل شوية يبقى الصينية المتوسطة والصينية الكبيرة. الافضل طبعا الصينية المتوسطة والكبيرة. كل كيس والتاني انا هقلب تقليبة كده خفيفة علشان ما يلزقش في بعض. هنا حطيت ال3 اكياس زي ما قلنا، وزن الكيس 400 جرام. هنقلب تقليبة من تحت لفوق، تقليبة خفيفة كده، بحيث ان هي يعني ما تبقاش لازقة في بعضها. هنسيبها تستوي على النار، هنغطيها كده نص تغطية علشان المكرونة ما تقبش وتفور لفوق كده أول ما تغلي. هنسيب فتحة صغيرة. هنا بقى هنجيب الطاسة بتاعتنا. هنا كانت غلت خلاص، فاحنا ايه هنفضل نقلب تقليبة خفيفة كده كل فترة والتانية، برضو من تحت لفوق. تقليبة كده بالراحة، هنلاقيها ان شاء الله كده فاصلة من بعضها. اهو زي ما شايفين كده، كل مكرونية بعيدة من التانية. لو وصلت لحد هنا فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجه ان انت تفعلي الجرس علشان توصلك كل وصفاتي. هنا بقى هنحط في الطاسه 3 معالق من السمنه و3 معالق من الزيت. شايفين لما الغطا بتاع الحله وقع كده، فهي فارت كده الميه بتاعتها، فاحنا عشان كده بنسيبها مفتوحه فتحه صغيره. سيبها تهدى وبعدين اغطيها واسيب حته صغيره فيها. انا حطيت سمنه على زيت علشان اعمل العصاج بتاعي. استخدم هنا حبات من البصل، 4 بصلايات كده مبشورين، او في الكبة، بس مش ناعم خالص، لا هسيبهم كده ان هو مجروشين كده اكتر، اهو زي ما احنا شايفين. متوسطة الحجم، يعني ال4 بصلات متوسطين الحجم. معلقة من الملح علشان يدي طعم حلو للبصل، ما يبقاش فيه ريحة وحشة بتاعة البصل. هنقلب كده الملح مع البصل. هنقلب البصل بتاعنا لحد ما هيبتدي يدبل كده معانا. نقلب كل فترة والتانية. في المكرونة ان انت تمشي خطوة بخطوة معايا، علشان يعني اي خطوة هتفوتيها كده ممكن يعني ما تطلعش يعني بالقوام او بالمواصفات المطلوبة. كده هنشوف المكرونة بتاعتنا. هنا كانت المكرونة خلاص، يعني عايزة لها كده دقيقتين كده، وبعد كده هنزلها من على النار.
هتقولي لي هعرف المكرونه ازاي استوت؟ همسك مكرونيه كده واضغطها بايدي، لو لقيتها ان هي بتضغط وسهل ان هي تتضغط يبقى كده خلاص استوت. ما سيبهاش تعجن علشان هي لسه سخنه، فبتكمل سوا هي وسخنه. هنا خلاص كانت استوت، هجيب المصفى بتاعتي وهصفيها. هنا بقى لما اصفي المكرونه بتاعتي هجيب كوبايتين ميه من الحنفيه عادي خالص، هحطها على المكرونه علشان تهدى شويه. هنا كان خلاص اهي، هي وبالمصفى بتاعتها. بعد كده قلبتها تاني في الحله اللي احنا كنا لسه مصفيين منها. يعني هي كان خلاص صفيتها في المصفى، وبعدين حطيت كوبايتين ميه صفيتها كويس، وبعدين حطيتها في الحله بتاعتها تاني اللي انا لسه سلقاها فيها. هنا بقى هحط لها معلقتين لثلاث معالق او اربعه سمنه، على حسب ما انتي بتحبي السمنه قد ايه. انا هحط 3 معالق من السمنه. علشان هنا هتقولي لي السمنه ليه؟ هقولك السمنه علشان تدي كده الماده الدهنيه، ما بتخليش المكرونه تلزق في بعضها، وبتبقى واحده بوحدتها كده. شايفين لما بقلب ازاي عامله؟ اهو كأنها لسه مش مستويه. اهو شايفين الحبه بحبتها كده. هغطيها نص تغطيه كده واسيبها على جنب. مش هغطيها تغطيه كامله علشان ما تسخنش ومتعرقش كده وتلزق في بعضها. احنا ماشيين هنقول مع بعض الخطوات والتركات المطلوبة علشان تطلع ناجحة وجميلة جدا من أول مرة وجوسي كمان. هنا خلاص البصل كان خلاص قرب كده على الدبلان. هنا بقى هنجيب أقل من ربع صدر فرخة، وهنجيب 4 فلفلات كده، 4 حبات من الفلفل، وقرن فلفل حراق نص، وأنا حطيت نص بالظبط. فده اختياري، لو انتي مش حابة تحطي السبايسي ده عادي ما تحطوش. فرمتها فرمة خفيفة مش تقيلة، يعني مش ناعم خالص. خلي كده فيها حبات خشن علشان يبان في العصاج بتاعي. هنا هحط التوابل بتاعتي: معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر. كله هنا استخدامنا بالمعلقة الصغيرة. بقى توابل الفراخ: معلقة صغيرة من توابل الفراخ، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات. أنا حطيت فصين من الثوم مع البصل، بس أنا نسيت ما أقولكم في أول حاجة لما حطيت البصل. هنقلب كده التوابل بتاعتي. حابة تستغني عن الثوم البودر والبصل البودر اوكي، هو كده كده طبيعي. عندنا حاطين احنا في الخلطة ثوم وبصل. هنقلب كويس خالص. يعني لو احتاجت شوية زيت ممكن نحط لها معلقتين زيت كمان، على حسب ما انتي شايفة ان هي شربت الزيت بتاعها او السمنة بتاعتها. هنحط هنا معلقة من الملح. الملح هنا برضو اختياري، يعني حابة انتي تظبطيه معلقتين، معلقة، نص معلقة، على حسب ما انتي شايفة الملح قدامك. غير المعلقة الصغيرة بتاعة الملح دي علشان بهارات الفراخ كان فيها ملح. نقلب كويس، وهنا خلاص كان الخليط يعني خلاص دقيقتين كده ومحتاج خلاص كده ننزله من على النار. هنا بقى أنا بحط كده واحدة من حبة واحدة من الكوسة. بحطها كده اهو، مش ببشرها بشر ناعم خالص ولا بشر خشن، انا كده ببشرها كده بالمتوسطة اللي في النص دي. اهي، اهي دي. هبشرها كده بشر متوسط، لا هو ناعم ولا هو خشن. هتقولي ليه الكوسة؟ هقولك ليها قيمة غذائية جميلة جدا وولادي مش بياكلوها، فأنا بحطها لهم وسط الأكل. تدي في نفس الوقت طراوة للعصاج بتاعي. هقلب كويس كده، شايفين اختفت ازاي كأنها مش محطوطة أصلا. أنا بقى آخر خطوة في العصاج بتاعي، أحط 4 حبات من الطماطم، هضربهم في الخلاط وأحطهم على العصاج بتاعي. شايفين؟
خلاص استوى اهو زي ما انا هوريكم دلوقتي على الشاشة. كان خلاص العصاج بتاعي استوى. انا هحط له هنا عصير الطماطم. احنا قلنا 4 حبات من الطماطم هضربهم في الخلاط كويس. اهو شايفين ربع الشفشق بتاع الخلاط. هنزل بالطماطم كده عليه واقلبهم كويس واسيبهم يبقبقوا كده على النار مع بعض. نمسك المكونات كلها كده مع بعض. سيبهم لحد ما الخليط بتاعي يشرب الطماطم كلها. هنا حطيتها على الناحية التانية، وهنا هعمل العصاج بتاعي، هعمل أسفة صوص البشاميل بتاعي. هجيب حلة كده، احط فيها 5 ملاعق من السمنة و5 من الزيت. كل معلقة من دي بحط لها معلقة سمنة أو معلقة زيت. بس هنا معلقة السمنة مبتبقاش مليانة للآخر، أما الدقيق بتبقى هرمية. بحط عليها 5 معالق من الزيت. أول ما الزيت والسمنة يقدحوا كده مع بعض، هنزل عليهم ب 11 ل 12 معلقة من الدقيق. المعلقة هنا بتبقى هرمية. زي ما قلت لكم أنا هعمل صينيتين، واحدة مقاس كبيرة خالص والتانية الوسط أو الصغيرة. لو هتعملي الوسط هيبقى 12 معلقة من الدقيق. نقلب كده الدقيق مع الزيت والسمنة علشان يمتزجوا مع بعض. شايفين كده اهو، عمل كتلة دهنية حلوة خالص. انا بعمل الدقيق على الساخن، ما بعملهوش على البارد علشان ما بحبش طعم الدقيق في البشاميل. على البارد بيبان طعم الدقيق في البشاميل، فما بيبقاش طعم لطيف خالص. هفضل اقلب لحد ما تختفي ريحة الدقيق تماما. نخلي بالنا في الحتة دي ان احنا لو سيبنا الدقيق ممكن يتحرق من تحت او ممكن يتلسع، فهيبقى طعمه ممرر كده، فما ينفعش الطعم في الوقت ده. خلي بالنا ان الدقيق ما يتحرقش او يتلسع مننا في الحلة بتاعتنا. هي كده. هنا بقى هجهز الشوربة بتاعتي. خلاص كده كان القوام خلاص. انا هجهز الشوربة بتاعتي. انا حطيت شوربة فراخ معاها شوية من المية. هنا لازم الشوربة والمية يبقوا سخنين بيغلوا، علشان البشاميل يبقى معاكي كريمي كده وما يبقاش فيه تكتلات او يخرز منك. شايفين القوام ناعم وسوفت جدا، ما فيهوش اي تكتلات. فانا هنزل زي ما قلت لكم كده بالشوربه والميه مع بعض. هما سخنين حطيتهم على بعض اهو. هنزل عليهم هما سخنين. نخلي بالنا هنا علشان نهدي النار، علشان هيبقى الاتنين سخنين. هتبقى في صدمه كده جامده وفقاقيع بتطلع كده، فهنخلي بالنا علشان ايدينا ما تتحرقش. هنقلب بسرعه كده ونخلي بالنا في نفس الوقت. شايفين ادي القوام بتاعها.
هنكمل باقي الشوربة بتاعتنا والمية على بعض، الاتنين سخنين. مش شرط بيغلوا قوي، بس المهم ان هما يعني كانوا بيغلوا قبل كده ب5 دقايق او ب10 دقايق، مش مشكلة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ مفيهوش اي تكتلات. نخلي بالنا ان الخليط ممكن يخرز منك لو انتي استهونتي بحاجة من الحاجات دي. شايفين القوام كريم ازاي؟ اهو، مفيهوش اي تكتلات او تخريز. هنقلب كده بالسباتيولا او بالمعلقة الخشب. والحمد لله مفيش اي تكتلات او اي حاجة في الجناب بتاعة الحلة. هنكمل باقي الشوربة والمية. عينيكي هي المعيار، يعني انت لما تلاقيه ان هو سميك شوية حاولي تخففيه، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. هتنزلي حبة بحبة زي ما نزلت انا كده. شايفين كده خلاص العصاج بتاعي استوى. شايفين مفيهوش اي نقطة صوص طماطم او عصير الطماطم ده. خلاص اتشرب كده وبقى طعمه جميل. سيبه كده على جنب، ونكمل باقي البشاميل، الصوص البشاميل بتاعنا. اهو القوام. هنا بقى المرحلة دي هحط كوباية من الحليب. كوباية الحليب دي كوباية العصير الكبير أو كوباية المية الكبيرة، يعني كوبايتين من مج الشاي اللي هو بنعاير بيه كل وصفاتنا. أهو شايفين بيدي لون فاتح جدا كده للصوص البشاميل. صوص البشاميل هنا دقيق متعدد الاستخدامات. أنا ما استخدمتش دقيق بلدي خالص اللي هو بتاع التومين. انا استخدمت متعدد الاستخدامات. ممكن تستخدمي بتاع القمح عادي، بس اهم حاجه ما يكونش بتاع التومين اللي هو البلدي الاسمر كده عشان يخلي لون البشاميل غامق. هنا بقى هنحط معلقه من مرقه الدجاج، وهنحط معلقه من الفلفل الاسود مش مليانه. احنا بنعاير بمعلقه صغيره. هنقلب الخليط ده مع بعض كده. خلاص كده الخليط بتاعي كان خلاص، يعني عايزه 5 دقايق كده وخلاص هنزله من على النار. ده القوام اللي انا محتاجاه، اللي هو قوام كريمي، لا هو تخين ولا هو سايل خالص. اهو شايفين لما بعمل خطوط كده بيتعمل معايا. حاجة وقت ما يغلي كده ويبقبق هنقلب كويس علشان ما يلزقش من تحت. خلاص كده كانت مرحلة السوا خلاص كده. وده القوام اللي انا محتاجاه. هنزل كده خلاص، هنزله من على النار وهدهن الصينية بتاعتي بالسمنة. هدهنها كويس وهدهن الأطراف كويس علشان المكرونة تطلع معانا ومتلزقش في الصينية. هنا خلاص كنت دهنتها ودهنت الأطراف بتاعتها. هنا بقى التركاية اللي أنا بحب أحطها على طول. هنا بقسماط الناعم. بحط رشة كده من البقسماط الناعم بغلف بيها أرضية الصينية علشان تطلع قطعة بقطعتها. ممكن لو عندك شوية مثلا عيش فينو ناشف أو بقسماط ناشف، أو ممكن الفايش الصعيدي لو عندك يعني حبتين ناشفين كده طحنيهم كويس ونعميهم وبدري بيهم الصينية من تحت. هنا بقى هنجيب المكرونة بتاعتي، احط عليها صوص شوية من صوص البشاميل اللي عليه علشان يتماسك معايا في الصينية من تحت. هنا بقى هحط شوية من عصير الطماطم. انا بحب لون المكرونة كده بيبقى طعمه جميل جدا لما تحطي فيها عصير الطماطم. هقلب كده كويس واكمل. لو محتاجة تاني صوص بشاميل احط لها علشان تتماسك. نص الخليط ده احطه في الصينية والنص التاني احتفظ بيه علشان احطه على الطبقة من فوق. كده الخليط بتاعي المكرونة بتاعتي في الصينية.
محتاجة شوية تاني، فأنا هحط لها شوية تاني من تحت علشان حسيت إن الطبقة خفيفة. هنضغط عليها كده بالمعلقة الخشب علشان نثبت المكرونة متبقاش طالعة كده ومش مرتاحة. لو انتي لابسة جلوفز ممكن تدوسيها بإيدك عادي. هنا هنحط الصوص بتاعي، هنحط العصاج بتاعي. نفرد هنا الصوص بتاعي. تمام كده، احنا خلاص كده فردناه كله. هنحط باقي المكرونة على الصينية. هنعمل نفس الحركة برضو، ان احنا هنضغط المكرونة بتاعتي في الصينية بتاعتي. هنا خلاص هنحط صوص البشاميل عليها كده من فوق. زي ما انتوا شايفين كده، الصوص بتاعي جميل جدا وجوسي خالص كده وكريمي، وتحسي ان انتي اصلا حاطه له مكرونه، حاطه له اسفه، حاطه له جبنه في خليط البشاميل. هوزع كده الصوص بتاعي. لكن خلاص خلصت الصينيه بتاعتي. الخطوه الجايه ان انا احط البقسماط اللي انا طحناه كده على الوش عشان يدي قرمشه ولون حلو خالص كده للوش بتاعها. الحركه دي بديل للبيضه بتاعتي اللي انا بحطها. هنا عصير من الطماطم على الصينية ده بالتساوي، ما زودش في الحتة وحتة لا علشان ما تحرقش مني في الفرن. لكن خلاص خلصنا الصينية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، دي المرحلة الأخيرة اللي أنا هحط معلقة من السمنة كده هوزعها على السطح بتاع المكرونة. اهي حطيت معلقة من السمنة عليها كده، وزعتها على وش المكرونة كده علشان يديها لون حلو ولمعة حلوة كده لما تخرج من الفرن. هنا اهي بعد ما خرجت من الفرن انا معليه لها النار طبعا من تحت ومن فوق علشان تبقى كده تاخد لون بسرعة وتستوي كويس. هنا زي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش اي جبنة او اي بيض او اي حاجة، اللون جميل جدا وفاتح وشكله جميل اهو شايفين. هنشوفها هنا، هنقطع معاكم قطعة هنا ونشوف. انا ما استنيتش عليها، هي لسه سخنة، فهوريها لكم هي سخنة جوسي ازاي، وهوريها لكم لما تبرد كده قطعة متماسكة وفي نفس الوقت جوسي برضه. زي ما انتوا شايفين كده قدام. نقطعها كده مع بعض.
هي لسه سخنة، علشان كده المفروض نستنى شوية على المكرونة، بس أنا بحب أكلها كده، يعني أنا بحبها كده جوسي كده وطرية، ويعني كده آه، مش ماسكة نفسها خالص، أنا بحبها كده. تقديم ما عندك ضيوف أو حاجة، فأنت هتستني عليها 5 دقايق بالظبط علشان تمسك نفسها. شايفين؟ والله مش حاطة أي جبنة أو أي حاجة عليها من فوق غير الطماطم والبقسماط اللي أنا حطيته. الطعم خطير وجميلة جدا، ويعني ما قلتلكوش الريحة بتاعتها عاملة ازاي. اهو شايفين الوش بتاعها عامل ازاي، متحمر كده ومقرمش كده وكريمي في نفس الوقت، ميكس كده خطير رهيب. هتجربي الطريقة دي وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي لايك وشير وسبسكرايب متنسونيش. ان شاء الله كده دي يعني طريقة جميلة جدا للمكرونة وجديدة، وان شاء الله هتعجبكم. قطعتها لما برد.